خبر الصداقة الحميمة التي تربط مريم نور بالعقيد الليبي معمر القذافي ليس بالخبر الجديد، ولطالما تفاخرت مريم نور بهذه العلاقة الوطيدة التي تجمعها بالقذافي. اليوم وبعد توجه الأنظار إلى ليبيا والقذافي وثورة 17 من فبراير، ظهر هذا الشريط المصور لنور والقذافي في الصحراء تحت أشعة الشمس وفي لقطات عنوانها الحميمية. ومريم مريمتي نفعلي مريم، ومريم مريمتي نفعلي مريم. الانسجام واضح بين الطرفين، والملفت أن المظلة أو الشمسية التي رأيناها كنجمة في الظهور الأول للقذافي بعد ثورة ليبيا كانت نفسها من أهم أكسسوارات هذا اللقاء الصحراوي. أنا كنت متحدث مع الشباب في الساحة الخضراء وبنسرع معهم الليلة، لكن هي جت مطربة الحمد لله فيها خيرة. بنبين لهم أني أنا في طرابلس وأنا في فنزويلا، ما تصدقوا إذاعات الكلاب هذه. مهضوم معمر القذافي. معمر القذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي، بالمليارات حاططهم للمستقبل. عيل 11 نسمة عندك عم بتموت، واحد ابنه ب 11 نسمة بالبيت مدخولون $100 بالشهر. استغلوا هذا السلام وهذا الأمان وهذه النعمة التي فيها ليبيا. نحن لم نستخدم القوة بعد. أول واحد ضد أضربك معمر القذافي، بمون عليك. دقت ساعة العمل، عم بتشيل الانحطاط عندك. دقت ساعة الزحف، وبيعملها لأنه مهضوم. لا رجوع. وبيرجع بيعطيهم مثل ما هلا عم نشتريهم، يعني بنشتري الشعب $10,000 لكل واحد. ثورة ثورة. اليوم وفي عز انطلاقة ثورة ليبيا تم سحب هذا الفيديو بعدما كان منشوراً على موقع اليوتيوب. فهل كان لمريم نور أي دور بنشر الشريط ثم في سحبه اليوم بعدما بدأت بتغيير موقفها من القذافي؟ سلام عليكم.